صيدنايا لساها مستمرة. عناصر الدفاع المدني عم يدوروا على المعتقلين، عم يبحثوا عن المعتقلين اللي يقال انهم مدفونين تحت الارض او موجودين باخبيه تحت الارض. سجن صيدنايا الاحمر هو سجن كان نظام الاسد بيحط فيه اكثر الناس اللي بيهددوه خطوره، واكثر الناس اللي بيعتبرهم خطيرين، اكثر الناس اولاد ثوره، اكثر الناس اللي ممكن يشكلوا خطر على نظام الاسد. لحد الان ما عم نلاقي المدخل تبع الاقبيه. بنتمنى انه اي حدا كان يخدم بهذا الفرع، كان يخدم بهذا المكان، يخبرنا، يتواصل معنا. مئات آلاف المدنيين السوريين اجوا على طول الامتداد، مئات آلاف المدنيين الموجودين بكل الاتجاهات. المنطقة مغلقة بصعوبة حتى وصلنا، المنطقة مغلقة، كل واحد عنده ولد عم يحاول يجي يبحث عن أمل. يومين احنا بنستنى. صار لك يومين يا عمي؟ والله صار لي يومين عم بستناه. مين إلك جوا؟ والله اخوي صار له من 2013 يومين وانا بستناه. هدول نموذج عن مئات آلاف الناس برا يا شباب، مئات آلاف الناس موجودين برا عم يستنوا خبر، نساء مع كبار سن، كل واحد عم يستنى خبر. بتمنى مساعدتنا بإيجاد طريقة لتحرير هدول الناس، هدول أولادنا. لا تكتمل فرحتنا، لا تكتمل فرحتنا بالنصر، لازم يطلعوا على قيد الحياة. نطلع هي فتحات تهوي. هلا شم الريحة؟ شم الريحة؟ في ريحة، ريحة شو يا شباب؟ مجرور والله. هاي ريحة جسي متعفني يا شباب. نداءات استغاثة منذ 24 ساعة حتى هذه اللحظة. نحن الآن في سجن صيدنايا بحسب الأهالي وبحسب من قام بفك الأسرى المتواجدون داخل هذا السجن. قد قارب العدد ما يقارب 300 شخص، ويقال بأن هناك أكثر من 100 ألف معتقل بحسب تقديرات الأهالي. ولكن حتى هذه اللحظة هناك معلومات بأن تحت هذه الأرض تماما هنالك طوابق وهنالك معتقلين والكهرباء مقطوعة. أبرز النداءات حاليا هي إيصال الكهرباء بشكل فوري وسريع إلى سجن صيدنايا، من أجل إذا كان هناك معتقلين بحاجة إلى الأكسجين أو التنفس أو المياه. بحسب ما قال بعض المعتقلين الذين تم تحريرهم بأن هنالك طوابق سفلية. بحث الأهالي في كل محيط هذا السجن، ولكن لم يستطيعوا العثور على أي مفتاح للوصول إلى المعتقلين حاليا. نعم، ما طلع غير 300 سجين. نعم، واللي بنعرفه نحن موجود هون أكثر من 100,000 سجين. نعم، ومنطالب الأحرار إنه بس واحد يدلنا وين في باب سري إنه نعرف نفتح هون ونشوف وين موجود السجناء. نعم. يعني سجن كبير بضخامة هاي السجن، عالمي السجن، يعني معروف إنه الأول عالميا هون بالقتل. نعم، بنظام بشار الأسد. نعم. هون ما ينوجد غير 300 سجين، مستحيل. يعني في شيء غريب، مستحيل. يعني لازم يكون في. بعد إيه؟ تفضل. أخ جميل، أنا طلعت أسطوح لفوق، تمام؟ في فوق فتحات تهوية تبع المهاجر الداخلية. نعم. أنا صرت صيح، ما حدا يرجع يرد علي، هني حسبوني إنه أنا عسكري. نعم. بس اسمع صوت تخرير مي، تمام؟ هاي شغله، وشغله ثانيه في ريحة متعفنة، واللي بيحب يتفضل يطلع معي على السطوح. هلا بطالعوا بشموا الريحة، وإذا في صوت بسمعوا الصوت. نقدر نطلع؟ بنحسن نطلع. أي أنا وياك بنقدر نطلع؟ بنطلع بس. تكلمت مع مدير الدفاع المدني. تمام؟ نعم. في عسكري قديم هون، أعطاني الخريطة. نعم. وجدت علامات تحت عند المحرسة بالزاوية من طرف الشارع. نعم. تمام؟ دخلت قالوا لي في ألغام، مشطت هون ما في شيء. دخلت لهون في علامات، دقيت على الأرض، أرض عم بترج. قال لي العسكري بتفوت منه تطلع من السينما، كله تحت الأرض. نعم. بدنا هلا الدفاع المدني يتوجه لهنيك. نعم. لقيت علامتين نفس المقام اللي موجودة معي. وصلي من الصبح بنبش عليهم لحد الآن موجودات. إذا حاليا نداءات استغاثي على مستوى عالي جدا من أجل التدخل الفوري. ربما يكون الآلاف من المعتقلين تحت الأرض حاليا، هم يعني في حالة مذرية جدا، والبحث في مختلف أنحاء السجن. نظام الأسد المجرم عمل على يعني وضع الكثير من الخطط لإخفاء المعتقلين قسريا، وحتى هذه اللحظة بعد التحرير سنحاول الوصول باتجاه هذه المنطقة. نعم. بعد ما طلعوا المساجين. تفضل. نعم. بعد ما طلعوا يعني محاولات يائسة
من أبناء المدينة، وأيضا من شباب من إدارة العمليات العسكرية، وأيضا تدخل فرق من الدفاع المدني. افتحوا لنا طريق يا شباب. كيف يعني؟ ايه ساعدك بسكليتة. هاي التهوية بتوقف كل ساعة رح نخسر إنسان. نعم. كل ساعة. هيك رح نطلع. هاي هي فتحات تهوية. هلا شم الريحة. شم الريحة. في ريحة. ريحة شو يا شباب؟ مجرور والله. هاي ريحة جسي متعفنة يا شباب. المساجين في مكان واحد، في قسم واحد تحت المناهج. هلا خليني مكانهم تحت منها تماما 100%. واكبر دليل هاي الريحه اللي عم تطلع من قلب المهاجع. في عندهم جثث متعفنه وعم تطلع ريحتها. ولو انه في تهويه عم تدخل عند الشباب لتحت، هن موجودين تحت المناهج، انا متاكد من كلامي 100%. وكل ساعه عم تمرق عليهم بدون تهويه عم نخسر انسان يا شباب، وعم نخسر معتقل. هذا هو المكان، هن موجودين في هالمنطقه هي وتحت المناهج. هاي التهوية تبعيتهم. هاي التهويه 100% يا شباب. هاي التهوية. هلا روح على اماكن ثانيه ما بتلاقي فيها ريحه. تمام؟ وقبل شوي انا شفت تفضل تفضل تفضل. نحن دخلنا الصبح كانت شغالة هي بعد. اخي جميل. انا كمان قبل شوي دخلت لهونيك ما في لا صوت ولا ريحه. هون كان في صوت مي بهاي هاي كان فيها صوت مي، متاكد من كلامي. كان في حدا يعني انه عم يقضي حاجه او كذا بدوره المياه، وعيطت عليه ما يسترجي يرد علي. بحسوا انه انا اشكون عسكري خايف مني، لانه هن تحت مغيبين تماما، ما بيعرفوا ايش في فوق خالص ابدا. نعم. وعلى موجب الادعاءات اللي يعني طلعت شي 70 درجه تحت الارض. هاي والله اعلم. نعم. ما فيني انا انفي او اصدق هذا الخبر. طيب. بس انا متاكد انه هن هون 100%. إذن رسائلنا باتجاه كل من يسمعنا حاليا. الآن أرواح تزهق يوميا في منطقة سرية في أسفل الأرض، في عمق الأرض، في سجن صيدنايا الذي ارتكبت فيه المجازر بحق المدنيين العزل حاليا. الآن 300 معتقل لدى نظام الأسد المجرم تم تحريرهم من قبل إدارة العمليات العسكرية ومن قبل أبناء سوريا أثناء هذه الانتفاضة. ولكن المفاجأة أن هناك أكثر من 100,000. أين هم؟ هنالك معتقلين قالوا أن هنالك تحت الأرض، ولكن بحثوا الأرض جميعا. المداخل الهواء حاليا غير قادر على تحمل الرائحة. إذن حقيقة هناك شيء، لأنه خرجنا في مختلف أنواع هذا السجن فتلنا فيه رائحة طبيعية، ولكن عندما بتجي إلى المناور الرائحة كل يوم أو كل ساعة بتزيد شدتها. إذن الآن عند من يعني القرار، عند من التدخل السريع؟ هذا السجن الذي الكل تغنى بأن من سيصل إلى صيدنايا، من سيقوم بفك المعتقلين، من ومن ومن ومن، وعندما أصبحنا الآن في الحسم العسكري، أين من هم قادرين على البحث؟ أين هم من قادرين عن إعطاء المعلومة لطريقة الدخول إلى هذا السجن؟